أعزائي المشاهدين، النشاط المسرحي من أهم الأنشطة التي تميز بيوت وقصور الثقافة في محافظات مصر، وده لأهميتها في إخراج المبدعين في مجالات الفنون كالشعر والتمثيل والغناء. أعزائي المشاهدين، وزي ما تعودنا من خلال برنامجنا المسرح في الصعيد، بنلقي الضوء على بعض العروض المسرحية في محافظات إقليم جنوب الصعيد، فتابعونا. أعزائي المشاهدين، النهارده هنشوف من خلال مهرجان الدوم الأول لفنون الحكي محافظ قنا عرض متميز لفرقة قنا المسرحية بقيادة الأستاذ صفوت البططي وموروثنا الشعبي. ومرت على مصر طغاة ما قدروش يخنقوا مغناها. تحيا مصر. برحب مؤسسة دوم في صعيد مصر وفي رحاب قطب الصعيد سيدي عبد الرحيم القناوي، وفي رحاب سيدي عبد الرحيم القناوي لازم اقول نصرايا عالي المقام. هز الهلال يا سيد لا يليق حب وسلام، ودوم بتعيد. النهارده هنتكلم عن الادب الشعبي او مقتطفات من الادب الشعبي.
والأدب الشعبي هو نتاج الشعب من حكمة ومثل وفزورة وألغاز وأغاني. يعني الفيلسوف الشعبي القديم المصري ساب لنا ووثق لنا مواريثنا من أول ترنيمة المهد لمرسية اللحد، مرسية اللحد اللي هي العدودة. فالنهاردة هنتكلم على هدهد الطفل اللي كانت أمنا تنومنا بيه زمان. اتفضل يا أستاذ عبد الفتاح. كانش عنصر، فغنى بردي للبيت وقالوا لما قالوا البنية قلت يا ليلة هنية تبنالي تغسل وتكنس ليا وتبنالي البيت ببيض، ولما قالوا ده غلام قلت يا ليلة سلام بقى انا اسمن واكبر وياخدوه مني النسوان. شفت عصبت الفيلسوف الشعبي. وبعدين هنلاحظ هنا ان الايقاع ده اللي هو ايه؟ الايقاع اللي بيتولد في دمنا، الايقاع الموسيقي. يعني كل واحد مننا بيولد فيه الايقاع الموسيقي في دمه، ولذلك الطفل عندنا في الصعيد لو سمع اي جمله موسيقيه وما تهزش فيها تقول الولد ده عيان. وبرضه نسمع تاني عن تراثنا الشعبي وفيلسوفنا الشعبي العظيم. لما قالوا بالنيل قلت دي ليلة هانية، النسوة في
أعزائي المشاهدين، ومن داخل غرفة ثقافة قنا ومن داخل مهرجان دوم الأول لفنون الحكي بمحافظة قنا، كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ الشاعر الكبير صفوت البططي، هيكلمنا عن العرض المسرحي اللي قدمه النهارده من خلال هذا المهرجان جول زمن. أهلا بك معنا أستاذ صفوت وبرحب بيك، وكل سنة وحضرتك طيب. كل عام وانتم بخير. وقناة طيبة اللي هي عملت كل مبدعين الصعيد ولها أفضال على مبدعين الصعيد، تحية مني. صفوت، فكرة العرض النهارده جول زمان جات لك ازاي؟ لا أنا من زمان جوال، وكان لي شغل يعني في التلفزيون في القناة الأولى، وعندكم يعني أول الجول ده ما نشأ في قناة طيبة، كانت القناة 8. كنت بعمل فيها جنوبيات، وبعدين عملت صور شعبية، وبعدين عملت يعني حاجات كثيرة. قناة طيبة دي ايه خلتني ايه اهتميت بهذا الخط، لان الخط ده ممكن كتراث انساني يندثر، وانا بوصل رسالة للاجيال القادمة عشان تفهم ايه تراثنا الشعبي. استاذ صفوت، يعني احنا اتكلمنا النهارده على الفلكلور الشعبي والتراث الشعبي، ليه اخترت يعني هذه الاحداث؟ الطفل لما اتولد، لما كبر، السبوع لما يتجوز، هي رحلة الانسان فينا. اول ما يولد ايه بيحصل له من احتفالات، اما يتجوز بيحصل له ايه، اما بيتطهر بيحصل له ايه، اما يتوفى بيحصل له ايه. تمام. وبعدين انت لا مؤاخذة كل حاجة عندك ايه، عندك كنوز لم تكتشف بعد. يعني لو بصيت المرسية او العدودة وهي بنعدد مزايا المتوفي، كان طيب، كان كويس، كان المواصفات بتاعته، المواصفات ده بمعنى كلمة عدودة ده ازاي الفيلسوفة الشعبية الصعيدية استطاعت ان تمتلك منطقة الفقد في الانسان. يعني انت لو سمعت اي واحدة بتعدد من بعيد هتبكي وما تعرفش المتوفي ده مين. وبعدين ليها طقوس جميلة جدا جدا. فانا بحافظ على موروثي الشعبي وبهديه للاجيال. فيعني احنا بنورخ موروثنا الشعبي، من الغاز لحواديت لمواويل لاقوال شعبيه، لكل الحاجات دي بنورخها للجيل الجديد عشان يفهموا بلادهم وتراثهم الشعبي واغانيهم الشعبيه الجميله اللي كل الناس بتشرب فيها، ولحد دلوقتي نبعهم مليان، النبع الصافي الرايق اللي كله قيم انسانيه. بعد الميلاد بيحصل ايه؟ السبوع. والسبوع ده بيقولوا ان ايه؟ ان الملائكه في اليوم السابع بتفارق المولود، ولذلك دايما ايه؟ نحط المصحف تحت راس المولود ونحط له نبات اخضر عشان الواد ايه؟ يكتسب نضاره والولد يطلع سليم البنيان. وبعدين كانت ام العريس مجرد ما يجيها ولد تقول امك يا عريس توها اللي فرحت. شجرة قرنفل في الجنينة طرحت، لان شجرة او عود القرنفل بيعتبر بيمثل العضو الذكري في الراجل، فكانت تغني امك يا عريس توها اللي فرحت، ونسمع من عبد الفتاح امك يا عريس توها اللي فرحت.
ايام الفراعنه. يمكن اغلب المعابد الفرعونيه بتاعتنا هتلاقوا موضوع اللي هو بالافرنجي الختان، انما احنا بالصعيدي بنقول عليه الطهور. والطهور ده بيحصل فيه تكافل اجتماعي. ايه التكافل الاجتماعي؟ ان انا بجيب فرح واذبح ذبيحه وبعدين بيجوا الناس ينقطوني، والنقوط ده اسمه نقوط الغرز. يعني انا هدفع 100 جنيه تمام، لازم تردها لي الحاج محمود ابو وهاب 150، ولا ما دفعهمش تاني يوم اروح اودي له طبيخ والعيش اللي كلته عنده فرح. وبعدين انا اقدر اسدد مصاريف فرح ولدي ومصاريف العجل اللي جبته والحاجات دي. ايه ده بيبقى ايه؟ زي التكافل الاجتماعي عندنا في الصعيد. لان احنا في الصعيد حتى في الواجبات لما يحصل واجب صاحب الواجب ما يحسش بحاجه. يعني لما نلاقي ده ايه، وهي الاشتراكيه في الاسلام اللي اتكلم عليها الرسول عليه الصلاه والسلام. لما نلاقي ايه؟ لما نلاقي واحد عنده واجب، ده يطلع طبليه بالاكل، وده يطلع طبليه بالاكل، وده يجيب دكه، وده يجيب حصيره، صاحب الواجب ما يحسش بيه. كذلك في الافراح، ده يدفع 100 جنيه وده يدفع 50 جنيه، ما يحسش بعبء الفرح ويسدد التزاماته كلها. دي من الطقوس بتاعتنا في الطهور. هنخش بعد كده. الواد كان بيلعب، ده كان بيلعب ايه؟ هنسمع حاجات نماذج من العابنا الشعبيه اللي كانت في بلادنا. وده كان الطقس، لان احنا الموروث الشعبي المصري ما تفرقش بين مسلم ومسيحي. فطقس عيد الغطاس ده كنا كلنا نغني له، واللي هيكونوا عبد الفتاح الشريف دي عباره عن اغنيه كنا نغنيها، بس ايه فيها فلسفه شعبيه، يعني فيها فرعون، فيها قبطي، فيها عربي. هنسمعها وبعدين نحكي عليها. يا بلابيصة بلبس الجلبة، يا بلابيصة بلبس الجبة، يا علي يا ابني قم بنا بدري، يا علي يا ابني قم بنا بدري، نقبض القمري، يا بلابيصة بلبس الجبة، يا
أعزائي المشاهدين وما زلنا بنواصل الحديث عن عرض النهارده جول زمان. معانا مطرب العرض الأخ عبد الفتاح. أهلا بيك معانا النهارده وبرحب بيك. احنا شفناك طبعا النهارده بسم الله ما شاء الله، يعني بتأدي أداء متميز جدا من خلال هذا العرض. ليه بالتحديد اخترتوا رحلة الإنسان من البداية؟ والله يعني اخترنا رحلة الإنسان من البداية. يعني عم صفوت قال عاوزين نعمل فكرة جديدة يعني بالنسبة للشغل بتاعنا، المربعات الموجودة معانا يعني. فقلت له خلاص احنا نعمل نجيب درسنا الفكرة مع بعض، حطينا النقط يعني ايه، بداية المولود نعمل له ايه، وبداية العريس والالعاب شعبية وحاجة زي كده، وحاجة عن مصر حاجة زي كده. عملنا الشغل مع بعض في البيت ودرسناه، جينا عملنا بروفة للشغل زي كده. بالنسبة للإنسان احنا حاليا دلوقتي محتاجين نحس بالتراث بتاعنا، لان الفلكلور بتاعنا بتاع بلدنا يخليك تحس بالقيمه الانسانيه بتاعتك. تمام. يعني احنا عندنا طبعا موروث شعبي كتير وعندنا تراث شعبي كتير، ويعني كل مهرجان من هذه المهرجانات في محافظه قنا لو تم عرض كل مره عرض زي كده يبقى ده برضه كويس، يعني الموروث مش هنفقده ولا مش هننساه. يا ريت احنا عاوزين كل يوم محكى زي كده. تمام. عاوزين كل سنه كل 6 شهور محكى زي كده، لان بتجمع شعراء. يعني انت لو دورت في البلد هنا في محافظه قنا كلها جواله. يعني انا كنت اعرف واحد جاهل لمؤاخذه ما يعرفش يقرا ولا يكتب. نعم. بيقول كلام احسن مننا المتعلم، ولكن جوال. هو كان جوال. تمام. بيقول كلام مش عارف، انا يعني اتولدوا بيه بالفطره، بالسجيه بتاعته من جوه، اتولد بيه ان هو يقول الكلام ده. حتى جدودنا زمان كانوا بيقولوا الكلام ده، يعني ده امثال. يا ابو لبيصه بلبس الجلبه دي فرعوني. يعني ايه اما اقول يا ابو لبيصه؟ يعني ايه؟ رقص الجلبه اللي هي الجلابيه. انا كنت بعمل كده زمان في بعود القصب. واخد بالك يا عم حمدي؟ واخد بالك يا ابو طلبه؟ اصحى معايا عشان تنام. كنت امسك عود القصب كده ارقص الجلابيه، فما برقص الجلبه برقص الجلابيه. وبعدين الجبل برطع كان زمان في حمله دوسيه، الحمله الفرنسيه على مصر. ايه كنايه المدفع بتاع الفرنسيين غير الجبل حيله الغلبان الصعيدي؟ فبقول الجبل برطع كسر المدفع. وهنخش بعد كده على العلم. بقول ايه هتعمل يا نور في بلدنا، يا شمعة في بحر ظلام. ايه هتعمل يا نور في بلدنا، يا شمعة في بحر ظلام؟ لو نورك شموس ما تفيدنا. سياف العتمة العلام، سياف العتمة مش علام المدارس. الفكر التقدمي اللي هو هيبني مصر، وان نحب وان نخلص لمصر، وكلنا نفكر هنعمل ايه بكره لمصر. الواد بتاعنا الحلو ده كبر ولصلص، فاحنا عايزين نجوزه عشان ما ينحرفش، فندور له على بنت الاصول يلي غاويه النسب
فندور له على بنت الاصول وبنت الحسب والنسب. واحنا عندنا الجمال بيبقى جمال الروح مش جمال الشكل في الصعيد. يعني بنت اصيله مؤدبه خدامه ردامه زي ما بيقولوا الصعايده، مش تطلع بنت لا مؤاخذه بتاعت نت زي عيالي. كلهم. فطبعا ندور له على النسب، فنروح ايه ندور له على عروسه ونقول ايه، ونقول ايه يا عم عبد الفتاح، قول انت يا عبد الفتاح. خلصنا الخطوبة ورحنا اتعشينا وودينا النشان يا حج محمود، وردوا لنا النشان 30 جوز حمام. انا عارفكم بتوع الحملات تحبوا الحمام. 30 جوز الايام دي ولا ايه؟ البورصه زادت الحمد لله. النشان ده لما احنا بنودي حاجة العروسه تمام بيردوا لنا ناس العروسه النشان. النشان ده عباره على ايه؟ الذهب والاكل والشرب بتاع العروسه، يعني رمز على ان احنا قبلناكم كعروسه، بنتكم تبقى عروسه لولدنا. فطبعا الناس العروسه يسخنوا. احنا لو ودينا 20 جوز هم يودوا ايه؟ 30 جوز زي بيت الحاج محمود ابو وهاب دول. انا عارفكم والله. غير يودوا خرفان ويودوا ايه؟ فاكهه وخضار وكل الموجود في الدنيا، يعني خراب بيت ابو العروسه يا روح. هذا طبعا نقندل. وبعدين نخش ايه؟ على العريس والشوار. الشوار اللي هو ايه؟ الجهاز. وطبعا في ناس من فلاحين البحيره يقولوا عليه شوار، احنا بنقول عفشه العروسه او جهاز العروسه، ونقول عاش ابوها عاشه اداها الواحد باشا. عاش ابوها يا ابن التيجر جيها ساب الحد
لسه يا ابن العروسه كتري لها فرشه، دي دار حماتها بكره تصبح ملكه. وفعلا احنا في الصعيد هنا الواد يتجوز في بيت ابوه، انما البت يا مسكينه العنصريه تغور على بيت جوزها، ما عندناش حل تاني يعني. بعد كده نخش على ايه؟ على الفرح. الفرح ده نفس طقس الجواز اللي بيتعمل السامر بتاعه والليله بتاعته وجمع النقود، يبقى الفرح. وهنفوت الحنه عشان عنصر الوقت. بعد الفرح نخش على المرسيه بتاعتنا اللي هي مرسيه الحزن. وبعدين الفلاسفه الشعبيه المصريه في الحدوته بتاعتنا استطاعت ان تمتلك منطقه الفقد في الانسان، يا سبحان الله، الوحيده اللي تعدد على واحد غريب انت ما تعرفوش بس لازم تبكي. لان ايه؟ هي الفلاسفه الشعبيه استطاعت تمتلك منطقه الفقد في الانسان. هنسمع الفلاسفه الشعبيه لما تعدد اللي هو بنقول عليها المرسيه. ملعون يا زمن خلاني مركب بلا دفء في بحر الهموم غرقان نفسي في الزفة سبع السبوع أبوه والفرح ضاع في طريقه غلوا علي الفار ودسوه في صناديقه. شوف صناديقه الغلبان ما يفرحش. ايش قدر الغلبان يمديله ايده ملعون يا زمن خلاني مركب بلا دفء
علي الفرح ودسوه في صناديقه. احنا في جملتين عملناها في الحدوته هنا. الجمله الثانيه دي اللي هي اصعب مراحل الالم والحزن، اللي هي بنقول عليها جاك مندبه. المندبه دي كانوا يجيبوا الطشوط ويقلبوها، والحريم تطبل وتلبس الاسود وتتحزن بالحبال وتحط الطين على راسها. دي المندبه اللي عملناها في الجمله الثانيه، انما الكلمات واحد. وبعدين في الكلمات هنا الفلاسفه الشعبيه المصريه ما كانتش ترتبط بوزن، يعني كانت الجمله اللحنيه اللي في دماغها اي حاجه تقفل معاها تروح هي قفلاها. دلوقتي هنسمع حاجه لينا احنا ونفسنا فيها. بقول يما ناديله حس الغالي بره. أعزائي المشاهدين، وبعد ما شفنا معاكم العرض المتميز اللي قدمته فرقة غنى الفنون المسرحية بقيادة الأستاذ صفوت البططي ورحلة الإنسان، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية هذه الحلقة. شكرا وإلى اللقاء وحلقة جديدة من المسرح في الصعيد.